السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة ان شاء الله. النهاردة اولادي طلبوا مني اكلة جميلة جدا بيحبوها دايما وبيعشقوها. ايه هي؟ الكنتاكي. طلبوا مني النهاردة على ما يرجعوا من الدروس بتاعتهم يا حبايبي ان انا اطلب لهم من المطعم كنتاكي. طيب طبعا الكنتاكي غالي جدا جدا في المطاعم الايام دي. رحت انا عندي فراخ في التلاجة، طلعتها وغسلتها كويس جدا وعملت فيها فتحات وقطعتها بالشكل ده. القطعة قطعتها قطعتين وهعمل التتبيله. اول حاجه كده يا حبايبي انا معايا كوبايه ميه بصل، كوبايه الميه بس بصل بدون تفل. ومعايا هنحط بقى التوابل بتاعتنا الجميله. تعالوا بينا نشوف التوابل بتاعتنا. اول حاجه توم باودر وبصل باودر وربع معلقه كده من الكركم وبابريكا وفلفل اسمر وملح وربع معلقه كده من توابل الكنتاكي. وهنضيف كمان الملح بتاعنا ومعلقه كده من الخل ونص ليموناته. كمان هنحط كمان كوب من الزبادي. دي تتبيله جميله جدا جدا للكنتاكي، جربوها وهتدعولي. هنجيب بقى مكعب مرقه ماجي. هنقلب نقلب نقلب وهنبدأ بقى نحط القطع الفراخ بتاعتنا وهنسيبها حوالي من 3 ل 4 ساعات في التتبيله. كده هنسيبها في التتبيله بتاعتنا حوالي 4 ساعات يا حبايبي، او اكتر من 4 ساعات لو امكن. تعالوا بينا بقى نعمل الكفر بتاعنا. اول حاجه كده انا معايا كوبايتين من الدقيق ومعايا كوب من النشا ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر وكل التوابل بقى اللي حطيناها على تتبيله الفراخ هنحطها دلوقتي في الكفر. البابريكا والكركم والملح والثوم باودر والبصل باودر وفلفل اسمر وكله. هنجيب اول حاجه الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها. هنزل بكميه الزيت. هنعمل بقى هندلع الكنتاكي بتاعنا. هنعمل جنبيه كل حاجه. جبنا البطاطس، قطعت بطاطس كده صوابع زي ما احنا شايفين. وهبدأ ان انا احمر البطاطس. احنا لازم نعرفهم بقى ان احنا جبناه من بره، احنا ما عملناهوش في البيت. ده الكفر بتاعنا زي ما احنا شايفين، ودي الفراخ بتاعتنا. تعالوا بينا بقى نحط الفراخ في الكفر كده زي ما احنا شايفين. اول قطعة بنزل كده في الكفر وبجيب مية متلجة معايا وهرفع القطع الفراخ من الدقيق والنشا واحطها في المية وارجع تاني في الدقيق زي ما احنا شايفين كده. ده بيعمل لي كفر جميل جدا جدا وكأنه جاي من المطعم بالظبط. هنزل اول حاجة كده في الكفر وانزل في المية المتلجة وبعد كده ارجعها تاني للدقيق والنشا واحاول كده انفضها كده عشان ما يبقاش فيها دقيق. زي ما احنا شايفين كده هنتبع الخطوات كلها مع بعض لغاية ما اخلص الكمية كلها. كده خلصنا البطاطس بتاعتنا، كانت اتحمرت وطلعناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، مقرمشة جدا جدا وجميلة جدا. هبدأ دلوقتي بقى يا حبايبي انزل بقطع الدجاج او قطع الكنتاكي زي ما احنا شايفين. احاول احط 3 قطع بس، واول ما يبقى في مكان كده هحط قطعة كمان. كان طعمه جميل جدا جدا وريحته كانت جايبة لاخر الدنيا. بصراحة والله عجب اولادي كأنه جاي من المطعم، وهما افتكروا فعلا ان انا جايباه من المطعم مش عاملاه من البيت.
مش هاجي جنبيه ولا هقلبه ولا اي حاجة غير ما ياخد لون زي ما احنا شايفين كده. شايفين اللون الذهبي الجميل، لون جميل جدا، وقرمشها جميلة جدا وطرية من جوه ومقرمشة من بره وجميلة جدا جدا. مش لازم كل حاجة نشتريها كده من بره، لازم نتعلم كده في البيت ونعمل كل حاجة لأولادنا، حاجة نظيفة جدا وجميلة جدا وحاجة كده انت ضمناها في البيت. هنبدأ نقلب كده لغاية ما ايه تستوي معانا قطع الكنتاكي كويس معانا. انا بوريكم شكلها، شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا والله العظيم ومقرمشة جدا وجميلة. يا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والكومنت. اللايك عشان يرفع الفيديو يا حبايبي بالله عليكم. كل ما الاقي مكان كده بروح نازله بقطعه كمان. وجهزت كمان معايا كاتشب، ما لقيتش كاتشب اللي هو العلب، جبت اكياس كاتشب كأنه جاي من المحل فعلا او من مطعم. وهعمل جنبيهم كمان الرز الريزو بتاعنا او الرز البسمتي بتاعنا جميل. هبدأ اصفي كده قطع الفراخ على مناديل مطبخ. ودلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا ولذيذة جدا جدا. وزي ما احنا شايفين قطع الكنتاكي بتاعتنا كده بتتكلم عن نفسها. وادي البطاطس بتاعتنا ومعاها كمان الكاتشب. وادي الرز اللي انا عملته جنبه. شايفين حاجة جميلة ولذيذة جدا وكأن الاكل فعلا جاي من المطعم. عجب اولادي جدا وعجب كل اللي اكل منه. يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك. هسيبكم تستمتعوا مع الفيديو. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.